يا اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. في الفيديو ده هديلك مقدمة عن فكرة المتغيرات، والمتغيرات هو كونسبت مهم جدا 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 كبرمجة. فركز معايا واديني انتباهك في المحاضرة دي، لان المحاضرة دي من اهم المحاضرات اللي هتعرفك ان كان موضوع البرمجة ده بشكل عام بالنسبة لك لذيذ وحلو وتقدر تكمل فيه، ولا السكة دي انت ممكن تشوف لك سكة غيرها. يبقى يلا بينا. فركز معايا كويس في المحاضرة دي، لأن المحاضرة دي فهمك العميق ليها هو اللي هيخليك قادر إنك تكمل معايا بقية محاضرات الكورس بالتفصيل إن شاء الله. هنتكلم مع بعض عن المتغيرات، ومن اسمها كده هي حاجة بتتغير، يعني حاجة القيمة بتاعتها بتتغير مع الوقت. عشان نتكلم مع بعض بشكل عام عن المتغيرات، تعالى نتخيل مع بعض برنامج من البرامج اللي معمولة بالفعل. بص كده معايا على البرنامج ده برنامج الآلة الحاسبة اللي موجود في الويندوز. تخيل معايا لو أنا عاوز أجمع رقمين على بعض، فأنا هكتب مثلا وليكن 3 وهدوس زائد، وبعد ما بدوس الزائد هدوس على 5 وبعدين هدوس يساوي، فهتطلع النتيجة 8. إيه العمليات اللي اتعملت دلوقتي؟ حصلت 3 عمليات إدخال، دخلت رقمين ودخلت كمان العملية اللي أنا عاوز أنفذها اللي هي الزائد، ولما دوست يساوي النتيجة النهائية اللي طلعت لي هي 8. فحصلت عمليه في النص اللي هي عمليه الجمع، ادي عمليه الادخال، ادي عمليه الجمع، وادي عمليه الاخراج. انا النهارده عشان ادخل القيم دي عندي في البرنامج، يا ترى القيم دي هتتخزن فين؟ ما هو لازم القيم دي تتخزن في مكان لحد ما انا اعمل العمليه بتاعتي اللي هي عمليه الجمع، وبعدين اعمل الاوتبوت. هتقولي يا باشمهندس علي، ما هو انا ممكن اشتغل بالمعلومات اللي انا خدتها في المحاضره اللي فاتت واعمل كده سي اوت، واكتب في السي اوت 5 زائد 3 فالنتيجه هتطلع 8. هقول لك صح، كلامك مظبوط، ولكن البرنامج ده هيبقى برنامج يوزلس، هيبقى برنامج ملوش معنى، لان كل ما هشغله هيديني برضه 8، كل ما هشغله هيديني نفس القيمه، فاصبح البرنامج مش مجدي بالنسبه لي كيوزر. هشغله مره واحده بس وخلاص، مش هقدر استحمل الملل ده. فبالتالي البرنامج عشان يبقى لذيذ لازم تسالني انا كيوزر على الرقمين اللي انا هدخلهم، لان مره هقول لك 5 و3، ومره هقول لك 3 و4، ومره هقول لك 6 و7، هغير الرقمين. فبالتالي انا هدخل لك متغيرات، المتغيرات دي لازم يتم حفظها عندي في البرنامج في مكان لحد ما اعمل العمليه بتاعتي واطلعها لليوزر. والارقام اللي انا بدخلها دي هي المتغيرات اللي احنا جايين نتكلم عليها. المتغير هي قيمة متغيرة اليوزر بيدخلها في السيستم عندك. القيمة دي بتتخزن عندك فين في البرنامج؟ بتتخزن في ذاكرة موجودة عندنا في الكمبيوتر، تمام؟ عن طريق ايه؟ عن طريق المترجم اللي هو الكومبايلر. واحدة واحدة يا باشمهندس وفهمنا الموضوع كده بالراحة. بص يا صديقي العزيز، عرفنا في الكورس بتاع Introduction to Computer Science ان احنا عندنا نوعين من الذاكرة موجودين عندنا في الكمبيوتر بتاعنا، وهي الرام ودي الذاكرة المؤقتة، والهارد ديسك وهو الذاكرة الدائمة. اي حاجة متغيرة بتدخل عندنا في البرنامج بتاعنا او اي برنامج شغال عندك في الكمبيوتر بتتخزن فيه الذاكرة المؤقتة عشان نحتفظ بيها بشكل مؤقت طول ما البرنامج شغال. هتقول ليش معنى؟ هقول لك لان الوصول للرام بيكون اسرع بكتير جدا من الوصول للهارد ديسك، وانا عاوز ذاكره اوصل ليها بسرعه للمتغيرات دي عشان البرنامج يبقى سريع. اذا انا بعرف متغيرات عندي في البرنامج. المتغيرات دي مين اللي المفروض يعرفها؟ اللي المفروض بيعرفها هو الكومبايلر، لان الكومبايلر هو الوسيط ما بين البرنامج بتاعي وما بين نظام التشغيل اللي موجود عندي، سواء كان ويندوز او كان ماك او كان ايا كان. فانا النهارده عاوز اجمع رقمين، فهضطر اعرف متغيرين. كده الكومبايلر عرف ان في متغيرين هيتم تخزينهم في الرام بصفه مؤقته لحد ما البرنامج بتاعي يتقفل، وبعدين هجمع القيم بتاعتي واطلعها بالنسبه لليوزر. اذا كده اللي احنا فهمناه ان المتغيرات هي عباره عن مخزن بحط فيه قيم بشكل مؤقت لحد ما انفذ العمليات بتاعتي، وبعدين المخزن ده خلاص بيتشال وما بيكونش ليه لازمه. وده اللي يفسر لك فكره ليه جهازك بيهنج. يعني النهارده لما بتكون مشغل برامج كتير قوي وتكون الرام عندك صغيره، ليه الجهاز بيهنج وبيبقى بطيء وما بيبقاش قادر يشتغل؟ لان كل برنامج بيشتغل بيبقى ليه المتغيرات بتاعته اللي بيكون معرفها عشان يقدر يقوم بالعمليات اللي جواه. كل المتغيرات دي بتروح تتخزن فين؟ بتتخزن في الرام. فكل لما انت بتشغل برامج اكتر الرام بتاعتك عماله تتملي، لما الرام تتملي على الاخر تلاقي جهازك هنج
وتلاقيه مش قادر يعمل اي حاجه خالص. لذلك البرنامج الناجح او البرنامج الكويس او البرنامج اللي بيكون الاداء بتاعه كويس هو البرنامج اللي بيراعي كويس جدا يعرف اي متغيرات امتى وفين وازاي. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض في المحاضره دي وهنتعلمها ان شاء الله. فعشان تبقى انت مبرمج محترف لازم تتعلم الفكره اللي انا عمال اكلمك عليها دي، لازم تتعلم تعرف ازاي المتغير، تعرفه باي شكل، تعرفه امتى وامتى تشيله من الرام بتاعتك. وهي دي فكره الميموري مانجمنت اللي هي قوه لغه السي بلس بلس، اداره الذاكره. هي دي الفكره اللي انا عمال اكلمك عنها في كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. هتقولي طب يا باشمهندس انت يعني قلت لنا كلام كتير وقلت لنا حاجات كتير قوي عن الموضوع ده، تعالى بسط لنا الموضوع اكتر. اقول لك حاضر. بص يا صديقي، المتغير في الاول وفي الاخر هو عباره عن مخزن او عباره عن كونتينر بحط فيه قيم. القيم دي ممكن تكون ارقام، ممكن تكون نصوص كلام بيتكتب، ممكن تكون حروف مثلا، ممكن تكون حاجه منطقيه مثلا اللي هو يا يا لا، ممكن يكون ليها انواع. هتقول لي ايه ده مش كلهم بيبقوا نوع واحد؟ هقول لك لا، ما انا عشان اقدر ادير الذاكره بتاعتي بشكل احترافي لازم اكون حاطط كل حاجه في مكانها بالظبط، ما احطش حاجه في مكان اكبر من المكان بتاعه. تخيل معايا دلوقتي لو انا عندي مخزن والمخزن ده موجود فيه اماكن، الاماكن دي انا مفروض استغلها بشكل صحيح. هل من المنطقي ان انا مثلا يكون عندي قلم والقلم ده اخزنه على رف كبير جدا؟ انا كده ضيعت الرف بتاعي كله عشان خاطر حته قلم. لا، انا القلم بتاعي احطه مثلا في درج صغير، احطه مثلا في مقلمه، احطه مثلا في حاجه تقدر انها تستوعب الحاجه الصغيره دي. وبالتالي لو انا عندي حاجه مساحتها كبيره جدا فلازم اخصص لها مساحه اكبر عشان اقدر ان انا استفيد بالمساحات اللي موجوده عندي. عشان كده الفاريبلز او المتغيرات ليها انواع. كل التفاصيل دي هنبتدي نتكلم عليها من الفيديو اللي جاي. ودلوقتي عاوزك تخرج من الفيديو ده عارف المعلومات الاتيه، عارف ان المتغيرات دي حاجه بتتغير، ممكن قيمه احطها والقيمه دي ممكن ازودها او ممكن انقصها او ايا كان. تعرف ان القيم دي قيم بتبقى ضروريه جدا للبرنامج عشان يقوم بالمهمه بتاعته، فبخزنها عندي بشكل مؤقت عشان استخدمها. بخزنها فين؟ بخزنها في الذاكره المؤقته وهي الرام. مين اللي المفروض يعرف المتغيرات دي؟ بعرفها لمين؟ انا لو بعرف متغير مين اللي المفروض يعرفه؟ هو الكومبايلر. الكومبايلر هو الوسيط ما بين البرنامج بتاعي وما بين نظام التشغيل، عشان يفهم نظام التشغيل ان احنا محتاجين نحجز مساحات معينه جوه الرام عشان اقدر اقوم بالوظيفه بتاعتي انا كبرنامج. المتغيرات دي بيبقى ليها انواع، والانواع دي بالتفصيل هنعرفها ان شاء الله من اول المحاضره اللي جايه. اتمنى يكون الموضوع بالنسبه لك بسيط، ويلا بينا على المحاضره اللي جايه ناخد تفاصيل اكتر.